وهنقول 3 مشاكل حصريه وعصريه لاستخدامك الدهون في الكيتو دايت كمصدر طاقه تؤدي الى الوفاه. مفيش نقاش فيها، تؤدي الى الوفاه، مفيش نقاش فيها. والاعراض دي كلها محدش هيقول لك عليها. دايما اللي هينصح لك بالكيتو دايت هيقول لك ده برنامج جميل، ده برنامج بدل ما كنت رايح اعمل تكميم معده انا عملت كيتو دايت نزلت 30 40 كيلو. لو عايز تعمل تكميم معده لا روح اعمل كيتو دايت، صدقني الكيتو دايت ده هيغير حياتك تماما. لو عندك مشاكل صحيه كتيره وعايز تنجز وعايز تبطل دواء السكر وعايز تبطل دواء الضغط روح اعمل كيتو دايت. كل ده كلام منافي للطبيعه ومنافي للثلاث حاجات اللي انا قلتها. وانا بقابل الحالات على مستوى العيادات بلاقي ناس كتير قوي بتسالني سؤال عن برنامج اسمه الكيتو دايت. دكتور انا بنت خالتي عملت الكيتو دايت وخست عليه 30 كيلو في شهرين. دكتور انا حسام ابن عمي عمل كيتو دايت وخس 30 كيلو في شهر. انا فلانه قالت لي ونصحتني وصاحبتي ان انا اعمل كيتو دايت لما بخسش كويس. انا دخلت على اليوتيوب ولقيت دكاتره كتير قوي بتتكلم على كيتو دايت ان هو بينزل رقم كبير قوي. انا ما بخسش. عندي مناسبه قريبه جدا يا دكتور، ايه رايك اخد كيتو دايت وننجز وتكتبه لي ويجيب معايا نتيجه حلوه قوي بما ان انا نزولي صعب شويه. انا عندي فرح قريب ولازم اروح للوزن المثالي في اسرع وقت. طبعا الكلام ده انتشر مؤخرا والحميه الغذائيه اللي اسمها الكيتو دايت انتشرت بطريقه كبيره جدا وبدات ناس كتير تتجه لها، والقوه نتائجها طبعا بدات ناس تعتمدها وتلاقي منتشره جدا في الجيمات وفي الاماكن الغير صحيه. انا بطلق على المكان او الشخص اللي بيمارس حميه الكيتو دايت شخص غير ممارس للمهنه وغير متخصص بصراحه. ان هو لو وصلنا وعرفنا كل التفاصيل وكل ما يخص الكيتو دايت صدقني هو مش هيتجه للنوع ده من الدايت. خلينا ما نطولش عليكم كتير وهقول لكم النهارده سر من اسرار الكيتو دايت. النهارده انت اللي هتختار لنفسك الكيتو دايت اذا كان هو مناسب ليك ولا لا. النهارده انا هوضح لك كل حاجه تخص الكيتو دايت واقول لك سر محدش هيقوله لك غيري انا. علشان كده بناء على السر ده سيادتك اللي هتقرر اذا كنت محتاج الكيتو دايت وهل هو مناسب ليك ولا الكيتو دايت ده مش مناسب ليك وما ينفعش يكون حميه غذائيه مبنيه لجسمك توصل بيها لناتج انت عايزه. اعمل سبسكرايب واعمل لايك علشان يوصلك كل حاجه وكمل معايا الفيديو الاخر علشان تسمع سر من اسرار الكيتو دايت. خلينا في الاول قبل ما نشرح كل حاجه عن الكيتو دايت نعرف ايه هي حميه الكيتو دايت. يعني انا كشخص عايز اعمل حميه كيتو دايت ورحت لطبيب متخصص هيقول لي اعمل ايه او ايه الستايل لايف اللي انا همارسه علشان اكون بطبق الكيتو دايت. الكيتو دايت يا جماعه هو بيعتمد على عدم اخدك لاي عناصر غذائيه غير دهون كل مثلا فتره. طبعا في اختراعات كتيره، في ناس تقول لك 48 ساعه، في ناس تقول لك 24 ساعه، لكن هو طبعا معظم الحاجات الكومن الشائعه ان انت تاخد دهون كل 3 ايام. يعني تقدر سيادتك لمده 3 ايام او يومين عايش على السوائل فقط لا غير، وبعد كده تروح وجبه شرهه بالدهون وشرهه بالاحماض الدهنيه تاخدها براحتك. يقول لك الوجبه بتاعتك دي لازم تكون كلها احماض دهنيه، كلها احماض دهنيه مليئه ومشبعه بالاحماض الدهنيه عشان انت سيادتك هتستمر عليها لمده 3 ايام او يومين او يوم يعني حسب الاختلافات عشان ما نضايقش. فهي دي الحميه الغذائيه اللي الناس بتتجه ليها الكيتو دايت. طبعا هي بيكون ليها ناتج كبير جدا، ما بالتالي انت حارم نفسك وموت نفسك وبتاخد برنامج قاسي قوي قوي على نفسك، فلازم يكون الناتج رقم كبير قوي في نزول الوزن. بس هنشوف بقى ايه اللي بيحصل مع الكيتو دايت، السر اللي كتير قوي محدش بيتكلم عليه محدش بيقوله غير الشخص المتخصص. خلينا نقول لو انت سيادتك كطبيب متخصص رشحت لحد الكيتو دايت علشان انت بتديله وجبه كل 3 ايام مليئه ومخزنه بالدهون. طبعا هو السبب العلمي ان انت بتديله الوجبه دي علشان الدهون فيها سعرات حراريه عاليه. طبعا كلنا عارفين ان الواحد جرام من الدهون يعادل 9 سعر حراري، يعني ده اكبر رقم ممكن تستفيد منه من السعرات الحراريه. فبالتالي انا كحد رشحت الكيتو دايت بقول خد وجبه محمله بالدهون عشان يكون فيها طاقه كتيره قوي الجسم ياخدها يخزنها يستخدمها خلال ال3 ايام اللي جايين. طبعا الوجبه اللي بعدها بعد 3 ايام، فبيقول لك خد الوجبه دي كلها دهون عشان هو عارف ان دي هتستمر معاه. طب انت كجسم الانسان اصلا في الطبيعي ليه اصلا ما بتستخدمش الدهون كمصدر طاقه بدل ما تستخدم الكربوهيدرات؟
انا كانسان طبيعي باكل وبشرب، باخد وجبات غذائيه على مدار اليوم. ليه في العادي ربنا ما خلقش الانسان يستفيد من الدهون دايركت، ياخدها كمصادر طاقه بدل النشويات؟ بدل ما احنا بنقول المصدر الاساسي هو النشويات، الكربوهيدرات كمصدر طاقه، وبعد كده يخش مصدر الدهون كمصدر ثانوي للطاقه. طب ليه ربنا ما خلقش جسم الانسان بيتجه للدهون على طول؟ بما انك انت سيادتك رشحت مصدر طاقه هو الدهون وبترفض مصدر النشويات اثناء الكيتو دايت. طبعا لسبب قوي جدا. السبب ده ان دايما الكيتو دايت او الاحماض الدهنيه دي لا تستخدم كمصدر طاقه، لان تكسير الاحماض الدهنيه بيؤدي الى انسداد الشرايين. ليه بقى؟ الاحماض الدهنيه ما بتمشيش في الدم بطريقه سهله، ولو مشيت بتمشي على شكل ترايجليسرايد، دهون ثلاثيه. وهي ماشيه في الدم ممكن تعمل انسداد في الشرايين، ممكن تعمل جلطات، ممكن تعمل مشاكل صحيه كتيره قوي، تخلي انت شخص يجيلك سكته قلبيه فتموت، علشان انت استخدمت مصدر الطاقه بتاعك بعد 3 ايام احماض دهنيه ووجبات محمله باحماض دهنيه بدل ما تستخدم نشويات. فطبعا انت لازم طبيعي الاحماض اللي انت استخدمتها دي، الوجبه اللي هي كلها دهون، عايز تكسرها، تتحلل في الدم، تمشي في الدم، تعمل لك انسداد شرايين، تجي لك سكته قلبيه، انسداد شرايين. وطبعا مشاكل بالجمله ليها علاقه بالدم. ده طبعا سبب رئيسي ان الجسم اللي ما بيستخدمش الدهون كمصدر اساسي. فربنا اكيد خلق الانسان ما يستخدمهاش، فما ينفعش سيادتك تفتي وتقول انا اروح استخدمها. ما ينفعش، انت ربنا شرع حاجه وخلى طبيعه الاناتومي التشريح الجسمي بيمشي بحاجه معينه وانت سيادتك بتغيرها، اكيد ده مش في مصلحه الجسم. تعالوا بقى نروح للنقطه اللي بعدها ونعرف ليه الاحماض الدهنيه مش محبذه للجسم كمصدر طاقه، وليه لما الانسان بيستخدم مصدر الطاقه بتاعته كاحماض دهنيه بتحصل له المشاكل دي. وهنقول 3 مشاكل حصريه وعصريه لاستخدامك الدهون في الكيتو دايت كمصدر طاقه تؤدي الى الوفاه، مفيش نقاش فيها. والاعراض دي كلها محدش هيقول لك عليها. دايما اللي هينصح لك بالكيتو دايت هيقول لك ده برنامج جميل، ده برنامج بدل ما كنت رايح اعمل تكميم معده انا عملت كيتو دايت نزلت 30 40 كيلو، لو عايز تعمل تكميم معده لا روح اعمل كيتو دايت، صدقني الكيتو دايت ده هيغير حياتك تماما. لو عندك مشاكل صحيه كتيره وعايز تنجز وعايز تبطل دواء السكر وعايز تبطل دواء الضغط روح اعمل كيتو دايت. كل ده كلام منافي للطبيعه ومنافي لل3 حاجات اللي انا قلتها. كملوا معايا الفيديو علشان تعرفوا ايه ال3 حاجات المصيريه القاتله اللي هي السر من اسرار الكيتو دايت. لو سيادتك استخدمت الاحماض الدهنيه التي تكون موجوده في الوجبه الغذائيه بتاعتك كل 3 ايام لفتره طويله، 1. الميتابوليزم او الهضم الاحماض الدهنيه ينتج عنه اجسام كيتونيه. الاجسام الكيتونيه دي تسبب تسمم للدم وهي سموم للدم. يعني سيادتك لما تاخد وجبه فيها دهون لفتره طويله، تحليل الدهون دي بيطلع لك كيتونات. الكيتونات دي اللي هي مصادر الطاقه انت بتستخدمها، الكيتونات دي بتعمل لك تسمم في الدم. رقم 2، تحلل الاحماض الدهنيه دايما بيكون معاه اجسام مصاحبه. الاجسام المصاحبه دي هي الكوليسترول، فبالتالي ناتج تكسير الدهون. طبعا انا بتكلم على الساتوريتد فات، الدهون المشبعه، لان هي دي طبعا الضاره. طبعا انا بحتاج منها كميات معينه، هي 10% من استخدامي اليومي، عشان ما حدش يقول لي يا دكتور ما حضرتك ما احنا لينا احتياجات من الدهون. طب ما انا عارف ليك احتياجات من الدهون، بس انا بتكلم في حاله استخدام الدهون لفترات طويله بطريقه غلط. لكن انت طبعا ليك احتياجات من الدهون المشبعه والدهون الغير مشبعه. الاجسام المصاحبه دي اللي بتكون بتنتج عن تكسير الدهون اسمها كوليسترول. كوليسترول ضار، بيرفع نسبه الكوليسترول الضار في الجسم. تقدر تعرف الكلام ده لو انت بتعمل كيتو دايت. سيادتك روح اعمل تحليل ليبيد بروفايل، شوف الترايجليسرايد عندك كام، شوف الكوليسترول الضار عندك نسبته قد ايه، هتعرف ان الكلام ده صح والحاجات دي بترفع. ثالث حاجه، وطبعا ده عرض بنقابله عند كل الناس، لو اي حد صاحبك او بنت خالتك انت تتكلمي عليها او زميلك اللي نزل 50 كيلو في الكيتو دايت، اقعد جنبه وانت قاعد جنبه شم ريحه النفس بتاعته. الكيتونات بتعمل ريحه نفس كريهه جدا جدا جدا، ما تستحملهاش. ده طبعا سبب قاتل لكل الناس. اذا تحليل الدهون المشبعه لاستخدامها ككيتونات ضد الجسم لاسباب قاتله، واهمها
الجلطة، انسداد الشرايين، توقف عضلة القلب. اعمل دايت لكن خد احتياجاتك، ما تعملش الكيتو دايت، خليك فاهم. وبعد ما تتفرج على الفيديو ده اقعد مع نفسك وقرر اذا كان الكيتو دايت مناسب لاحتياجاتك ولا لا. تقدر تستحمل خسائر دهون الدم وتقدر تتعايش معاها ولا لا. انا بقول لك الفيديو ده النهارده عشان سيادتك تقرر اذا كان هو مناسب معاك ولا لا، محدش هيقول لك كده غير. شكرا.